بعد ما اتعرف خلاص الطرفين بتوع نهائي كأس العالم 2026 الأرجنتين وأسبانيا. في كلام كتير كده ما هوش تحليل فني للمباريات، ولكنه ورا السيناريوهات اللي ممكن تحصل في الماتش ده. فلو ما كنتش لسه عملت سبسكرايب فضلا وليس أمر ما تنساش تعمل سبسكرايب، ويلا بينا نبدأ الحلقة على طول. ازيكم جميعا وعاملين ايه؟ طبيعي ان في ماتش زي ده لا يقبل الاسم على اتنين في سيناريوهين بس محطوطين، والسيناريوهين متشابهين لحد كبير، لان كل سيناريو من السيناريوهين دول بيحمل ان فريق يفوز وفريق التاني يخسر. ولكن بما اننا بنتكلم بشوية فلسفة كده على ايه اللي ممكن يخلي اصلا اي سيناريو من السيناريوهين دول يحصل، فهنطرح السيناريوهين ونتكلم فيهم مع بعض كده، ومستني اسمع رأيكم في التعليقات. السيناريو الاول هو فوز الارجنتين. ده اللي الناس كتيرة متوقعاه بناء على الأحداث الكتيرة اللي حصلت قبل كده، بناء على الكلام الكتير اللي طلع على منتخب الأرجنتين، سواء بقى في موضوع المجاملات، سواء في موضوع الظلم اللي اتعرضت ليه بعض الفرق الأخرى، أيا كانت الأسباب اللي بتتقال على منتخب الأرجنتين. والسيناريو ده هيريح ناس كتيرة قوي، علشان هيأكد كلامهم إن فعلا الموضوع كان متطبق كده، وإن البطولة اتسرقت وكانت هدية أو مجاملة لمنتخب الأرجنتين. ولكن هنا بقى لما نيجي نتكلم في شوية عقل ومنطق، مين المستفيد من ان الارجنتين تفوز بكاس العالم تحديدا من الاول كده؟ الكلام كله اللي داير اللي الناس استنتجته هو ان بقاء الارجنتين لاطول فتره ممكنه في البطوله بيحقق مكاسب كتيره قوي للبطوله وللمنظمين. والكلام ده منطقي، ولكن انا برضو بقول حاجه، والحاجه دي عليها رد. لان ايا كان الطرفين بتوع نهائي كاس العالم اكيد هيبقى عليها اقبال. صحيح مثلا احنا شفنا في البطولة اللي فاتت مثلا لما منتخب المغرب كان في المربع الذهبي، يمكن ناس كتيرة قوي ما اهتمتش بالمباراة بتاعة المركز الثالث والرابع. ولكن انت النهاردة خلاص حققت المعادلة الصعبة ان انت جبت الاربع منتخبات الاولى في التصنيف الدوري، بالتالي المستوى متقارب جدا منهم، فبالتالي كل الاحتمالات واردة مين اللي يفوز على التاني. وبناء عليه انت مخلي المنافسة مشتعلة، لان مفيش حد متوقع مين اللي يفوز، لان مفيش فرق كبير ما بين مستويات الفرقتين. بس خلينا نرجع برضو لسؤالنا الأهم، مين المستفيد ان الأرجنتين ممكن تفوز بكأس العالم؟ لو فكرنا فيها هتلاقي ان الموضوع ممكن يكون قايم على فكرة المجاملات، بس في حالة واحدة، في حالة ان مثلا يكون ده هدية لميسي بعد ما ساب كأس العالم اللي فاتت وساب أوروبا كلها وقرر ان هو يلعب في أمريكا، فبالتالي ده هدية ليه ان هو يحمل كأس العالم للمرة التانية، بناء على انتظاره الاربع سنين اللي فاتوا دول، واللي احنا توقعنا اصلا فيهم ان هو خلاص مش هيخش كاس العالم تاني، وان هو انهى اللعبه بفوزه بكاس العالم اللي فاتت. ولكن الكلام ده ممكن يجي عكسه، ان ميسي هو اللي قدم لامريكا بعد فوزه بكاس العالم اللي فاتت ان هو قرر انه يسيب اوروبا والانديه الكبيره اللي كان ممكن يلعب ليها، وان هو يروح يلعب في امريكا. فتظل الفكره بقى مين اللي جامل مين الاول. والكلام ده كله معلهوش اي اثباتات من حاجه، ولكنه استنتاجات بس من تحليل الموقف اللي احنا فيه ده. والطرح التاني اللي هو بيقول لنا ان البطولة مستفيدة من وجود الارجنتين لحد اخر ماتش، ده بيخلينا نتوجه بقى على السيناريو التاني اللي هو فوز اسبانيا. اولا لو انا وانت اتفقنا واقتنعنا خلاص ان بقاء الارجنتين لحد المباراة النهائية بيحقق للبطولة اكبر مكسب ممكن تحققه، فده مش معناه ان معنى كده ان لازم الارجنتين هي تفوز. كأن مثلا المنظمين على البطولة بيقول له انا هوصلك للنهائي علشان انا مستفيد منك ماديا، ان انت لو موجود لحد النهائي انا هكسب من وراك. ولكن بقى كونك ان انت تفوز او ما تفوزش دي حاجة ترجع لك انت وعلى حسب قدراتك. المنتخب الاسباني على الجهة التانية هو منتخب صلب شوية، ولكنه منتخب غير متكامل، في مشاكل كبيرة قوي، ولكن بيقدر ان هو يتحامل على نفسه ان هو يعدي من الماتشات الصعبة بأقل قدر من الخسائر. ولكنه مش منتخب مبهر ولا منتخب خارق للطبيعة. وده مش معناه ان منتخب الارجنتين هو اللي مبهر ولا حاجة، ولكن حاليا بعد ما عدينا الادوار اللي فاتت دول، منتخب الارجنتين قدم حاجات اعجازية شوية وحاجات صعبة ان ممكن ما مرتش على منتخب اسبانيا على سبيل المثال. فده بيحسس ناس كبيرة قوي ان الكفة متوازنة شوية، هل اسبانيا هتقدر تعدي من الماتش ده وتكمل سلسلة انتصاراتها اللي بأداها بقالها مدة طويلة، ولا هنا هتبقى العصرة وهتخسر من منتخب الارجنتين. ما توقعش خالص ان ماتش زي ده هيكون مثلا زي نهائي كاس العالم اللي فات. منتخب اسبانيا ما هوش زي منتخب فرنسا اللي بيقعد يجاري والكلام ده، هو بيعرف يحكم سير المباراة وبيعرف يتحكم في المنافس وقدراته هو على اللعب، حتى لو هو مش في احسن حالاته. ولكن زي ما قلنا انه منتخب متجانس وبقالهم كتير مع بعض بنفس الفكرة دي. طيب انا كده بعد ما اقترحت السيناريوهين دول، انت ممكن تكون ميال لاي واحد من دول، فلو ليك تعليق على دول هستنى اسمع رايك في التعليقات.
ولكن حابب اعلق لك بقى على حاجه كده جانبيه ملهاش علاقه بده. النظام العالمي عامة لما بيشوف حد كده اسمه سمع بشكل كبير قوي، ساعات كده بيحب يكسر الحاجات دي. يعني خلينا نرجع مثلا لبطولة كأس العالم بتاعت 1994 اللي كانت في أمريكا. مارادونا كان اعتزل الكورة فعليا، ولكن هم استدعوه مخصوص علشان يلعب مع منتخب الأرجنتين في البطولة دي، علشان برضه الإقبال الجماهيري ونفس الكلام اللي احنا شايفينه دلوقتي ده. وجم فجأة في وسط البطولة، خدوه من وسط الماتش وعملوا له كشف منشطات، واكتشفوا ان هو واخد منشطات بالغلط. يعني هو ما كانش عارف، ولكن الدكتور نصحه بيها وطلعت ان الادويه دي كانت محظوره، واتوقف على انه يستكمل المباريات. وبعدها منتخب الارجنتين طبعا حصلت فيه هزه وخرج من البطوله. فكانت يعني زي بروباجندا كده، وكانت كسرة نفس ونهايه سيئه جدا لاسطوره زي مارادونا. النهارده هل التاريخ يعيد نفسه، وانه ميسي برضه بعد ما يوصل للنهائي بعد ما كان فايز بالبطوله اللي فاتت، وقلنا ان هو ما نتوقعش خلاص ان هو هيخش كاس عالم تاني عشان ما يحرجش نفسه ويخرجوا بادوار قبل كده، يجي السنه دي يكسروه وان هو يخسر بقى ويطلع اخر مشهد ليه وهو بدموعه بقى وخسران كاس العالم في الماتش النهائي؟ الاحتمالات دي بسبب التاريخ الاسود للقصص بتاعه الفيفا وكره القدم، حاسس ان ده ممكن يحصل في البطوله دي. ولكن يظل ده شك بناء على استنتاجات من بطولات سابقة وخبرة شخصية. وعلشان كده برضو مستني اسمع توقعاتكم انتوا ايه للماتش النهائي ده. ولكن مش توقعات بس في مين اللي هيفوز، توقعات لسيناريو هم عايزين ايه، وايه الخطة اللي ممكن تكون محطوطة لنهائي كاس العالم 2026. لو الحلقة عجبتك تنساش تعمل شير عشان الناس كلها تستفيد من المعلومات دي، وفي نفس الوقت تعمل لنا سبسكرايب، تابعنا على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام عشان تبقى اول واحد يتابع الحلقات الجاية. شكرا.